عايزه اعرف بجد اشمعنى محمد رمضان لما بيبقى في مناسبه بيحصل معاه كده. روجينا الناس بتنتقدها جدا بسبب الجرأة الزيادة في لبسها. ميرنا جميل كانت لابسة الفستان قبل هدى المفتي. انتشر فيديو لهالة صدقي وإلهام شاهين مش ظريف خالص. الفيديو ده باين فيه انهم كانوا بيتريقوا على لبلبة وهي بتحكي عن يوسف شاهين. لميس الحديدي بتشفق على أمينة خليل ان هي لابسة حلق من زارا لما تفتح الكاميرا بس عادي انت يسرا. سراء جوبيل من الريد كاربت في الجونة، دي برضه في ندوة في الجونة، مش عارفة مين اللي متصورة مع انتصار ده. دي بقى صورة بعنوان ابعدي عنه يا ميان ده محجوز لمي عز الدين. اطمنوا يا جماعة، ميان السيد دماغها في حتة تانية خالص. دي كانت دعاية لفيلمهم الجديد ولا انا في الخيال حب. الدحيح هيكون ليه كرتون على سبيس تون من 8 حلقات، هيكون اسمه اخر دحيح على الارض. احمد مالك اتسأل مين اكتر شخصية بتحبها على السوشيال ميديا، قال لهم الجيار، ومن كام يوم شفته مع عصام عمر وازبهليت لما شفته. الحلول اللي اتصدم، شكلهم هيعملوا الجزء الثاني من لن اعيش في جلباب ابي، وده اللي قاله عمر ابن محمد رياض. ماله راغب علامة في ايه؟ ياسر جلال هو اللي منزل الكوميك ده وبيتريق على نفسه. وامير عيد والدته توفت ربنا يرحمها. مكاوي لما قالوا له ان البدله بتاعتك مش عاجبه الناس قال لهم يولعوا. وده بوستر فيلم اسد الجديد لمحمد رمضان. إلهام شاهين حصل معاها موقف محرج جدا في الجونه والهوا طير فستانها.